الزمالك مع ديكاداها الماتشين عنده في استاد في القاهره، رايح الذهاب والعوده هيكونوا في استاد القاهره. ومشاكل نادي الزمالك الى اين وهتتحل ازاي؟ والجمهور عنده حاله يعني من الضبابيه، مش عارفين الفتره اللي جايه نادي الزمالك هيكون عامل ازاي. في البدايه طبعا نتمنى التوفيق لنادي الزمالك في مباراتين. فنيا الزمالك اقوى بكتير من ديكاداها، عنده مفيش التركيز، نقطه تركيز غايبه، ولكن الاستقرار الى حد ما موجود. الجهاز الفني ثابت، اللعيبه مستواها الفني مش متذبذب بالشكل اللي احنا بنشوفه للزمالك في بعض المواسم المتاخره. ولكن مشكله الزمالك الماليه يا ابراهيم، انا بقول ان اللي عمل المشكله دي، وللاسف وفي ناس كتير هتزعل مني في الحته دي، انا شايف ان سبب مشكله نادي الزمالك دايما بتيجي من مجلس الاداره، سواء المجلس الحالي او السابق، هم دول سبب كبير وسبب رئيسي في المشكله الماديه. الزمالك عنده كل الموارد اللي يقدر يستفيد منها ماديا، دايما عنده مشاكل مع اللعيبه الاجانب اللي بيجيبها وبيدفع ليها غرامات وبيدفع ليها عقود، دي برضو بتعمل مشاكل، ودي برضو بترجع لمجلس الاداره. ان انت تفضل بتعمل حاجات وبترجع تدفع فيها فلوس وهي مش في مكانها او مش بتفيدك كنادي، فدي برضو بتاثر عليك. ولكن ما تجيش تقول لي النهارده ان انا عايز الدوله تتبرع لك او الدوله تحل لك مشاكلك. مشكله الارض اولا مشكله اداريه بحته ملهاش علاقه خالص الدوله بيها، بالعكس الدوله صبر عليك اكتر من 20 سنه. فما تجيش انت النهارده تقول لي اصل الدوله هي اللي متعنته او الدوله هي اللي ما بتساعدنيش. لا، الدوله ساعدتك واديتك ارض، وانت خالفت بنود العقد، عملت حاجات كتير قوي والدوله صبرت عليك 20 سنه. اداريه دايما بيعاني منها نادي الزمالك وبيدفع ثمنها دايما جمهور خلاص يبقى انت مشكلتك اداريه على مدار يعني مجالس الادارات وتغييراتها، حتى على مستوى اللجان او مجالس الادارات المنتخبه. نادي الزمالك دايما بيعاني من قرارات اداريه ومشاكل اداريه بتؤدي في النهايه الخسائر لنادي الزمالك. يبقى مشاكلك داخليه، ما تجيش انت النهارده تشيلني ذنبك. انا النهارده راجل عندي مشاكلي، وكل انا مش بتكلم بقى على الاهلي والزمالك، انا بتكلم على كل الفرق. ما الاسماعيلي عنده مشاكل، فرق كتير جدا عندها مشاكل، ولكن انت كزمالك انت المفروض تحل مشاكلك بنفسك. انت مجلس اداره عمل مشاكل وحط النادي الزمالك في ازمه كبيره، نفس الكلام المجلس السابق. الكلام ده ممكن يزعل ناس كتير، ولكن في النهايه دي الحقيقه. مشاكل داخليه كلها، مشاكل داخليه يا ابراهيم كلها، والزمالك منه فيه هو اللي بيدمر نفسه. صحيح. فانت النهارده ما تجيش تشيلني انا كدوله ذنبك وتقول لي حل لي مشاكلي، لا، حل مشاكلك بنفسك اللي انت عملتها لنفسك. طيب